السلام عليكم طلابنا واخواتنا وحبايبنا طلاب الصف الثالث الثانوي في الدرس الثالث من منهجنا للتاريخ. طبعا انا بفكرك ان احنا بنشرح ماده التاريخ في سلسله فيديوهات زي اللي شايفني فيها دلوقتي للمنهج كامل بشكل مجاني. هتلاقيها على قناتنا على قناه اليوتيوب، وتقدر تشترك في جروب الواتس وتتواصل معايا من خلاله بشكل مباشر. هجاوبك على كل اسئلتك واللي انت عايزه. طيب، جايين النهارده نتكلم عن درس ايه؟ جايين نتكلم بقى عن الحملة الفرنسية اللي جت على مصر وشفنا خط سيرها وكل الأحداث اللي عملتها في مصر. الحملة الفرنسية ديت إيه هي النتائج بتاعتها؟ يعني إيه؟ يعني إحنا عايزين نشوف المظاهر أو الحاجات اللي عملتها الحملة الفرنسية في مصر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا كنت قلت لك مثلا إن الفرنسيين كان عندهم أحلام كبيرة أوي إن هم يستولوا على مصر وإن هم ياخدوا مصر. وكان عندهم محاولات لويس ال 14 15 ال 16 ونجح نابليون بونابرت وجه، وكان عنده قائد اسمه كليبر مسك الحمله بعديه. بعد كده جه مينو ان هو حاول يحول مصر لمستعمره فرنسيه، لحد لما مينو هتضغط عليه فرنسا والدوله انجلترا قصدي والدوله العثمانيه، وهيبعتوا حمله هتنجح ان هي تدخل القاهره وتجبر مينو ده ذات نفسه على الانسحاب. بعد لما هينسحب مينو، احنا بقى عايزين نشوف الفتره بتاعت الحمله الفرنسيه دي كلها هتعمل ايه في مصر. ايه الاثر اللي هتسيبه لنا الحمله الفرنسيه في شكل الحياه في مصر بشكل عام، او شكل الحياه في مصر ايام الحمله الفرنسيه. يعني احوال مصر في الفتره اللي كانت موجوده فيها الحمله الفرنسيه. طيب، نابليون لما جه مصر فكر ان هو يدير مصر ازاي. عايز في البدايه اقول لك ان الحمله الفرنسيه ما كانتش حمله عسكريه بس على مصر. يعني ده ناس ما كانتش جايه بهدف الغزو والاحتلال بس، يعني مش احنا جايين نغزو مصر دي ونحتلها ونقعد نسرق فيها بس، لا، ده احنا هنحول مصر دي للمستعمره زي ما بتقول كده ايه مدى الحياه، ان الفرنسيين ما يخرجوش منها تاني خالص. فنفس الاحداث اللي حصلت علشان نعمل بيها اصلاحات في فرنسا بعد الثوره الفرنسيه اللي قلت لك عليها، وان هم اعدموا الملك وبقى عندهم حياه ديمقراطيه وخلاص ما بقاش في حاجه اسمها ملكيه مطلقه. فاحنا بقى عايزين نعمل الاصلاحات اللي اتعملت في فرنسا، نعمل نسخه منها في مصر، بحيث ان مصر تبقى جزء من فرنسا، تبقى شكل الحياه في مصر نفس هو بالظبط شكل الحياه اللي موجود عندنا فين؟ ايه اللي موجود عندنا في فرنسا. يبقى اذا في البدايه، هل انا لو قلت لك ان الحمله الفرنسيه كانت حمله عسكريه بس؟ لا. كان هدفها الغزو والاحتلال بس؟ لا. طب ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده ان نابليون وهو جاي، طالما هي حمله عسكريه هيجيب معاه جيش بس؟ لا. نابليون وهو جاي لقيناه جايب معاه 146 عالم. 146 ايه؟ عالم في مختلف العلوم اللي موجوده في فرنسا واللي موجوده في الوقت ده، وفنانين وموسيقيين وادباء ورسامين ونحاتين وكل حاجه. فهو زي ما قلت لك هو عايز ينقل فرنسا كلها تبقى موجوده عندنا هنا في مصر، شكل الحياه تبقى هي، عايز شكل الاقتصاد يبقى هو، شكل الدوله، حتى شكل الناس ذات نفسهم والعلوم اللي الناس بتتعلمها، كل حاجه هو عايزها تبقى هي بالظبط، ونسخه من ايه؟ ونسخه من فرنسا. يبقى اول حاجه، ايه الدليل ان الحمله الفرنسيه لم تكن حمله عسكريه فقط؟ الدليل على كده رقم واحد، وهي اصطحاب نابليون مجموعة من العلماء في مختلف المجالات، في كل المجالات اللي انا لسه قايل لك عليها، وهنتكلم عن الموضوع ده على فكره بالتفصيل في اخر الدرس ان شاء الله. طيب، بعد كده نابليون اشتغل على ايه؟ نابليون اشتغل على تنظيم الحكم والاداره. يعني شكل الحكم وشكل الاداره اللي هيحصل في البلد نابليون بدأ ينظمه. طب بدأ ينظمه ازاي بقى؟ نفس الشكل، يعني هنقول على غرار، يعني على غرار دي يعني ايه؟ يعني نفس الشكل او نسخة من على غرار اللي حصل فين؟ في فرنسا بعد الثورة الفرنسية. يعني نفس شكل الحكم والإدارة اللي حصل في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، نابليون هيبدأ يعمله هو كمان في مصر. طيب، ايه اللي حصل في فرنسا بعد الثوره الفرنسيه؟ اتفقنا ان خلاص مفيش ملكيه واعدموا الملك، وهيتنقل الحكم يعني عن طريق ايه؟ نقل الحكم او الاداره لمين؟ للطبقه
الوسطى، اللي هو احنا عندنا هنا في مصر بنسميهم ايه؟ علماء واعيان. علماء ومين؟ واعيان. وشفنا ان شكل الحكم في ايام الدوله العثمانيه دول ما كانوش الطبقه الحاكمه، دول كانوا طبقه المحكومين. هنا نابليون هيشيلهم من الطبقه الوسطى وهيخليهم هم الطبقه اللي بيحكموا البلد المفروض على حسب نيته وعلى حسب كلامه. لكن هنشوف هل الكلام ده هيبقى حقيقي ولا الكلام ده مش هيبقى حقيقي. يبقى اذا الدليل، يعني لما اقول لك دلل على صحه العباره، كانت حمله نابليون ليست حمله عسكريه فقط. ايه دليلك على كده؟ الدليل اصطحاب نابليون معاه مجموعه من العلماء هيوصلوا ل 146 عالم في مختلف العلوم. الدليل على كده ان نابليون بدأ ينظم الحكم والإدارة على غرار ما حصل في فرنسا، نفس اللي حصل في فرنسا. طب حصل في فرنسا امتى؟ بعد الثورة الفرنسية. طب ايه اللي حصل بعد الثورة الفرنسية؟ اتنقلت الحكم واتنقلت الإدارة او اتنقلت السلطة لأبناء الطبقة الوسطى اللي هم عندنا في مصر بنسميهم مين؟ بنسميهم العلماء وبنسميهم الأعيان. طيب هيعمل ايه تاني؟ هيبدأ نابليون برضه يظبط الأحداث بحيث ان احنا هنلاقي ان الحملة هتسيب اثار في كل المجالات. كل المجالات اللي تشوفها، كل المجالات اللي تتخيلها، الحملة هيبقى ليها اثار عليها وهتشكل فيها شكل كبير قوي. يعني ايه؟ في السياسة اهو، في العلم اهو، الفنون، في النحو، كل حاجة. في الاقتصاد ذات نفسه، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، هنشوف الحملة دورها هيبقى عامل ازاي. في القضاء هنشوف برضو الحملة دورها هيبقى عامل ازاي. نظام الحكم ذات نفسه والإدارة اللي في الدولة متقسمة لأقاليم، كل أقاليم هيبقى ليها ديوان، كل ديوان هيبقى ليه ناس معينين يخشوا فيه. شكل الحياة. يبقى إذا كده إن الحملة كان ليها آثار متعلقة بالأنشطة السياسية والاقتصادية والأنشطة الاجتماعية وبالعلوم وغير العلوم وغير كل ده، وكل ده كمان في الحكم والإدارة. فكل حاجة الحملة اتدخلت فيها وهتسيب لنا فيها اثر مهم جدا، وهتسيب لنا فيها اثر كبير قوي حتى بعد الحمله ذات نفسها لما هتمشي. يعني بعد الحمله ذات نفسها لما هتمشي الاثار بتاعتها هتفضل موجوده زي ما هي، مش تتغير. طيب لما اقول لك دلوقتي ايه هي اول حاجه شكل من الاثار اللي سابتها الحمله، عشان قلت لك الحمله هتسيب لنا اثار سياسيه واقتصاديه وعلميه واثار في القضاء، وهتسيب لنا اثار في كل حاجه. هكلمك في البداية خالص عن أول شكل من أشكال الآثار دي، وهي الآثار السياسية. الآثار الإيه؟ السياسية، اللي هو نظام الحكم والإدارة اللي أنا لسه قايل لك عليه. هناخد النسخة من الكلام ده هي في الآثار السياسية أهو. يبقى أول حاجة من الآثار السياسية اللي الحملة هتعملها لنا في مصر، رقم واحد تنظيم الحكم والإدارة على غرار ما حدث في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، ونقل الحكم للطبقة الوسطى اللي احنا بنسميهم هنا في مصر ايه؟ العلماء والاعيان. العلماء والايه؟ والاعيان. طيب بدأ يعمل ايه تاني؟ بدأ يعمل للعلماء والاعيان دول، تركز مهم جدا، حاجة اسمها الدواوين. اسمها ايه؟ الدواوين. طيب ايه هي الدواوين دي؟ الدواوين ديت زي نظام دلوقتي بنسميها احنا وزارات. وزارات يعني ايه؟ يعني احنا مثلا عندنا وزارة العدل، دي مثلا مختصة بالقضاء. عندنا مثلا وليكن وزارة تانية اسمها وزارة الزراعة، مختصة بالزراعة. وزارة مثلا وليكن وزارة الصناعة، مختصة بالصناعة. فهنا الدواوين ديت او المجالس اللي هيبدأ يعملها نابليون، هيكون لكل ديوان من الدواوين ديت حاجة خاصة هو مختص بيها. طيب هو بيعمل الدواوين دي ليه؟ ايه الهدف بتاع نابليون من انشاء الدواوين؟ اول هدف رقم واحد، هو عايز يعمل ايه؟ تدريب العلماء والاعيان على نظام مجالس الشورى. ايه بقى الكلام؟ ايه مجالس الشورى وايه؟ وهو عايز يدربهم على مجالس الشورى دي ليه؟ هقول لك انا. دلوقتي احنا في مصر لما جينا باليوم كنا متعودين على ايه؟ كنا متعودين ان احنا دلوقتي حكم مطلق، يعني واحد هو اللي بيحكم واحنا ملتزمين بالكلام اللي بيقول، صح غلط هنعمله. ما ينفعش حد يطلع يقول له رايه او حد يقترح عليه راي تاني مثلا. ليه؟ لان الامر مش شورى، الامر مش استشاري، لا ده حكم مطلق، واحد بس هو اللي بيحكم. فلما يجي واحد يقول لنا انا هعمل لكم حكم استشاري، حكم بالمشوره، اول حاجه نقولها له ايه؟ نقول له ايه حكم بالمشوره؟ يعني ايه حكم بالمشوره؟
لان دي حاجه احنا ما تعودناش عليها ولا عمرنا شفناها، ولا عمرنا شفنا ان مجموعه من الناس تقعد مع بعض في مكان وتتفق وياخدوا اراء بعض ازاي الدوله هيتم ادارتها. يعني ايه؟ انا قاعد انا ومجموعه من الناس، انا قلت قرار مثلا والله يا جماعه احنا عايزين نرفع الضرائب. المفروض ان في الحكم المطلق انا مش هقول لحد، انا هرفع الضرائب من غير ما اقول لحد. لكن في نظام المشوره هيبدا واحد يقول لي ليه هترفع الضرائب؟ ليه؟ ايه السبب؟ اقول له المبرر بتاعي، اقول له مثلا محتاجين فلوس اكتر عشان نعمل مشاريع اكتر. يقول لي لا السبب بتاعك ده مثلا مش قوي، فبالتالي قرارك مش هينفع، مش هنرفع الضرائب، شوف لنا حل تاني. فاحنا خدنا راي بعض على ايه اللي هيحصل وايه اللي هيبقى فيه مصلحه اكبر والبلد هتستفيد منه. فده نظام الحكم بالمشوره اللي نابليون عايز يدرب الناس عليه، لان الناس ما تعرفوش، عمرها ما سمعت عنه قبل كده. فبدا يدرب العلماء على نظام مجالس المشورة. لكن نابليون مهما كان، مهما راح، مهما جه، هو برضه جاي يحتل مصر، يعني عايز يسخر موارد مصر دي لخدمته. والناس اللي موجودين في مصر دلوقتي هم بيدربهم على مجالس المشورة وبيعمل لهم دواوين مش لله، مش جدعانة منه، ولا هي اصلا الدواوين دي هتعمل الهدف الحقيقي منها. ده كل ده كلام على ورق. انا عامل لكم دواوين ومخلي نظام الحكم عندكم بالمشورة، فانتم كمصريين كده المفروض مالكوش حق، ده انتوا كنتوا حكم مطلق وكانت الدنيا مستبده والدنيا كانت بايظه. انا اللي جيت، انا كنابليون جيت صلحتها لكم، فانتوا المفروض تبوسوا ايديا وتشكروني. فهو كان بيحاول ان هو يرضي المصريين بالطريقه دي. لكن لو جينا نبص على الدواوين ديت هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان هي يعتبر كانت مجالس صوريه. مجالس ايه؟ صوريه، يعني ملهاش اي سلطه فعليه. ملهاش اي سلطه ايه؟ فعليه. يبقى ما كانش ليها اي فرصه حقيقيه ان هي تمارس الحاجات دي. يبقى اول حاجه الدواوين ديت كانت عباره عن حاجه بنسميها ايه؟ شكليه. يعني شكل بس، نابليون عامل لنا دواوين ومدخل في الدواوين ديت علماء واعيان مصريين. لكن الدواوين ديت ما كانش ليها الحق حاجه اسمها الممارسه الفعليه. يعني ما فيش حاجه بقى ممارسه فعليه. يعني خلاص احنا مثلا قعدنا واتفقنا وخدنا قرار، طيب القرار هيتطبق؟ لا طبعا مش هيتطبق، مفيش الكلام ده. لان اللي بيحكم البلد هو نابليون، وكل اللي احنا بنعمله والقعدات اللي بنعملها والقرارات والتفكير اللي بنفكره دي حاجه ايه؟ شكليه. حاجه ايه؟ حاجه شكليه. يبقى هل كان في فرصه لممارسه الدواوين دي بشكل فعلي بشكل حقيقي؟ لا طبعا. طب ايه الهدف منها غير ان هو يدرب العلماء والاعيان؟ كان فيها هدفين تانيين بقى مستخبيين كده. ازاي؟ كان اول حاجه نابليون عامل بسببها اصلا الدواوين ديت، رقم واحد، وخد بالك كده معايا ايه هي؟ اول حاجه الراجل جه عمل لنا دواوين وكله تمام، لكن الدواوين اللي انشاها نابليون ديت كانت بيقول لك ايه؟ الدواوين مرتبطه بالمصالح الفرنسيه. الدواوين مرتبطه بالمصالح الفرنسيه، يعني اي حاجه هتعملها الدواوين دي خارج المصالح الفرنسيه، فرنسا مش هتسكت على الكلام ده وهتقضي على الناس دي كلها. طول ما انتوا تمام وبتحافظوا على مصالح فرنسا وكل قراراتكم لصالح فرنسا، انتم تمام ومعانا. اي حد يفكر يخالف، يفكر ما يلتزمش بالكلام ده، فرنسا هتجيب اجل. فاذا ان الدواوين ديت كانت شكليه، ما كانش ليها اي فرصه للممارسه الحقيقيه، وكانت مرتبطه بالمصالح الفرنسيه. يبقى كانت شكليه وملهاش اي فرصه للممارسه الحقيقيه او الفعليه، ومرتبطه بالمصالح الايه؟ الفرنسيه. كان هدف نابليون بقى منها في النهايه كده، ونخلص ونجيب من الاخر ونختصر على بعضنا، ان هو كان عايز يعرف اللي بيدور في اذهان صفوه المصريين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو كنابليون شايف كل مجموعه من الناس مين الكبير بتاعهم، يجيب الكبير بتاعهم ده ويقوم مدخله في ديوان من الدواوين اللي احنا هنتكلم عنها. طبعا الكبير بتاع المنطقه ديت هيجي يتكلم ويقول اللي الناس بيقولوه، والله انا عندي في المنطقه الناس بتعاني من كذا 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 وعندها مشاكل كذا كذا كذا. فنابليون عرف كل اللي بيدور في منطقه واذهان صفوه المصريين، اذهان كل المصريين، بخطوه بسيطه خالص من خلال الدواوين اللي هو عملها. يبقى كان الهدف الحقيقي او كان غرض نابليون من انشاء الدواوين اهو. يبقى اول حاجه هي مرتبطه بالمصالح الفرنسيه، لكن هل كان هدفه فعلا ان هو يدرب العلماء والاعيان؟ لا، ده هدف مش حقيقي.
هو الهدف الحقيقي ان هو الدواوين دي تكون مرتبطه بالمصالح الفرنسيه، وان الغرض الاساسي منها هو معرفه ما يدور في اذهان صفوه المصريين. معرفه ما يدور في صفوه اذهان مين؟ اذهان المصريين. علشان كده نابليون هيبدا يعمل لنا شويه دواوين هنبدا نتكلم عنها. اول ديوان يعني يعتبر الديوان المهم واللي هنتكلم عنه بشكل كبير، احنا هيبقى عندنا 3 دواوين. ديوان خاص بالعاصمه، وديوان خاص بالاقاليم، وديوان ثالث هكلمك عنه دلوقتي وهنيجي عنه علشان ده هو يعتبر السلطه اللي موجوده فوق الدواوين، فهنتكلم عنه عشان هنقف عنده وقت حلو. طيب ديوان القاهره اللي هي طبعا العاصمه. ديوان ايه؟ اهو ديوان القاهره. القاهره في الفتره ديت هي العاصمه، فاحنا قلنا ديوان العاصمه شغال، ديوان القاهره شغال، بس الافضل نخلينا في ديوان القاهره. ديوان القاهره ده اول حاجه ده كان مكون من كام عضو؟ قال لك ده كان مكون من 9 اعضاء. من كام عضو؟ 9 اعضاء، يعني في 9 بس من المصريين. طبعا هيكونوا 9 مهمين قوي من القاهره اللي هيختارهم نابليون. طيب الهدف منهم ايه؟ الهدف منه ان هو الناس فيه تتداول في احوال العاصمه، للتداول في احوال العاصمه. يعني ايه التداول في احوال العاصمه؟ يعني يبداوا يناقشوا مع بعضهم ويتكلموا في احوال العاصمه اللي هي القاهره. القاهره محتاجه ايه؟ القاهره فيها ايه؟ ايه المشاكل؟ ايه اللي نقدر نحله؟ عايزين طرق، عايزين خدمات، عايزين ميه، عايزين. فكل الامور اللي ليها علاقه بالعاصمه اللي هي القاهره ده بيتم تداولها وبيتم الحديث عنها في الديوان اللي بنسميه ديوان الايه؟ ديوان القاهره. طيب بعد ديوان القاهره يبدا نابليون يعمل لنا دواوين ثانيه مهمه قوي اسمها دواوين الاقاليم. اسمها ايه؟ دواوين الاقاليم. ومعنى قلت لك دواوين يعني هم كده اذا كذا ديوان مش ديوان واحد بس. طيب ايه الفرق؟ احنا في البدايه عندنا مصر هتكون متقسمه لاقاليم. يعني ايه اقاليم؟ يعني زي ما احنا دلوقتي مقسمين البلد لمحافظات. احنا دلوقتي كان عندنا ايه؟ كل محافظه بنقسمها، وكل محافظه بيبقى منها نواب في مجلس النواب، طبعا اكيد عارفين الكلام ده. فنابليون من كل الاقاليم بيجيب اعضاء تكون هي اللي بتمثل الاقليم ده. فبيجيب الاعضاء من الاقليم ويعمل لهم ديوان يبقى خاص بالاقليم بتاعهم. يبقى خاص بالاقليم ايه؟ بتاعه. يعني مثلا كان عندنا اقليم مثلا وليكن اقليم من الاقاليم اللي موجوده في الصعيد. في اقليم من الاقاليم اللي موجوده في الصعيد هيجي على مثلا اقليم كبير ويبدا ان هو يعمل فيه ديوان. يجمع في الديوان دوت كل الناس المهمه والعلماء والاعيان والمشايخ والناس اللي هم العلماء اللي موجودين في الاقليم ده. فبعد ما يجمعهم في الاقليم هم يبداوا يتداولوا في احوال الاقليم بتاعهم بس. احوال الاقليم بتاعهم ايه؟ بس. يبداوا بقى يحلوا المشاكل اللي في الاقليم، يبداوا يعملوا كل حاجه. فاذا احنا هنا كنا بنتكلم ان الاقاليم او المديريات كل واحده منهم كان ليها اقليم ايه؟ خاص بيها. وكل واحد من الاقاليم دوت مكون من 7 اعضاء. يعني احنا لو قلنا دواوين الاقاليم كانت البلد متقسمه لايه؟ لاقاليم او مديريات. وكل مديريه من المديريات كان ليها ديوان بيتكون من 7 اعضاء. ماشي؟ وكانت مهمه الاعضاء ديت 3 مهمات اساسيه ما لهمش اكتر من كده. هو ده شغلهم اللي هم هيعملوه. اول حاجه رقم 1 هي النظر في المصالح والشكاوى. النظر في المصالح والشكاوى. طبعا النظر في المصالح والشكاوى بتاعت الاقليم بتاعهم بس. في حد مثلا في مشروع في حاجه يبداوا ان هم يبصوا عليه ويتناقشوا فيه، طبعا من غير ما يكون بيتعارض مع مصالح فرنسا. لان هو لو بيتعارض مع مصالح فرنسا كل الكلام ده ملوش اي لازمه. طيب والشكاوى في مشكله في اي حاجه نقدر ان احنا نحلها في الاقليم ده بتكون من اختصاص دواوين او ديوان الاقليم او المديريه اللي بيكون موجود فيه. طيب ممكن يقدر ايه يعمل تاني؟ ممكن نقدر نقول ان هو منع المشاحنات بين القرى. بين القرى. يعني ايه منع المشاحنات بين القرى؟ لان انت زي ما انت عارف كل مديريه او كل محافظه مثلا دلوقتي
بتبقى مكونه من عده قرى زي المحافظه اللي احنا فيها دلوقتي، قريه هنا وقريه هنا وقريه هنا وقريه هنا. فهنا اختصاص الاقليم ان هو يحافظ على السلام ما بين القرى دي وما بين بعضها، علشان يبقى الاقليم واحد والاقليم متحد ويبقى قوي، فيمنع اي مشاحنات ويمنع اي خلافات ممكن او وارد ان هي تحصل في الاقليم ده بين القرى وبعضها. فده كان من اختصاص ايه؟ من اختصاص الدواوين بتاعت الاقاليم. طيب كل اقليم من الاقاليم دي كان مفروض عليه ضرائب، بيدفع ضرائب. فكانت من اختصاص دواوين الاقاليم رقم 3 هي جمع الضرائب. جمع الضرائب اللي مفروضه على الاشخاص والمفروضه على كل حاجه جوه الاقليم، كانوا هم اللي بيجمعوها بيودوها بقى للحكومه بتاعت فرنسا او الحكومه بتاعت الحمله الفرنسيه اللي كانت موجوده فين؟ اللي كانت موجوده في القاهره. فاذا احنا كده شفنا ان دواوين الاقاليم ديت كل مديريه من المديريات ليها ديوان، كل ديوان بيتكون من 7 اعضاء. شغلانه دواوين الاقاليم ديت ان هي بتنظر في المصالح وبتنظر في الشكاوى، وكمان بتمنع المشاحنات وبتمنع المشاكل ما بين القرى وما بين بعضيها. وتالت حاجه ومهمه جدا ان هي اللي مسؤوله عن جمع الضرائب، هي اللي مسؤوله عن جمع الايه؟ عن جمع الضرائب. طيب ايه بقى السلطه المركزيه العليا اللي بيكون فوق الاقاليم، اللي فوق الدواوين دي كلها وبيكون اعلى منهم واللي مسؤول عنهم بشكل كبير قوي؟ اول حاجه هتلاقي اسمه الديوان العام. الديوان الايه؟ الديوان العام. يبقى اذا اقول لك ان الديوان العام دوت هو اللي بيعتبر ايه؟ بيعتبر السلطه المركزيه العليا. بنعتبره، قلت لك بنعتبر السلطه المركزيه العليا هو اللي سلطته فوق كل الدواوين اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي دي. طيب اعضاؤه عباره عن ايه؟ اعضاؤه بقى هنا احنا بنتكلم عن اعضاء ديوان القاهره بيبقوا من القاهره. دواوين الاقاليم كل اقليم بياخد الاعضاء من المنطقه بتاعته. لكن الديوان العام ده اعضاؤه بيختلفوا شويه، لان اعضاؤه من القاهره والمديريات. يعني من القاهره ومن الاقاليم، سواء من هنا او سواء من هنا. بنضيف عليهم كمان عدد اخر، بيكون بالظبط 9. بيكون بالظبط كام؟ 9. ال9 دولت بيكونوا من مين؟ اول حاجه من ال9 دولت ان هم بيكونوا 3 من العلماء. 3 من مين؟ 3 من العلماء، و3 تانيين من التجار، و3 من المشايخ او رؤساء العربان على حسب ما يختاروا منهم. يبقى في ال9 احنا مش بنختارهم من فئه معينه، لا، ده 3 علماء، تمام، و3 تجار، و3 مشايخ، او قلت لك بيبقوا من الرؤساء الايه؟ العربان، الناس اللي هم العرب اللي القبائل اللي بيبقوا عايشين. ممكن نختار 3 منهم. يبقى نفكر كده مع بعضين. احنا عندنا السلطه المركزيه العليا فوق الدواوين دي كلها هو الديوان العام. اعضائه بيكونوا منين؟ من القاهره ومن المديريات. بنضيف عليهم عدد تاني وهم بالظبط 9. بنقسم ال9 دولت ازاي؟ 3 علماء، 3 تجار، 3 من المشايخ. 3 علماء و3 تجار و3 من مين؟ و3 من المشايخ. طيب رئيس بقى الديوان دوت كان عندنا شيخ مهم قوي اسمه الشيخ عبد الله الشرقاوي. عبد الله الايه؟ الشرقاوي. عبد الله الشرقاوي دوت هو يعتبر كان رئيس الديوان العام، او هو اللي كان المسؤول عن الديوان العام. وده كان واحد مهم جدا من علماء الازهر. منين؟ من علماء الازهر. يبقى رئيس الديوان العام هو الشيخ عبد الله الشرقاوي. قلت لك ده واحد كان من علماء الازهر، وتم اختياره عن طريق الاقتراع السري ما بين الاعضاء. الاقتراع السري ما بين الايه؟ الاعضاء. يعني الاعضاء سريا كده قعدوا مع بعضيهم واتفقوا وعملوا قرعه هيتم اختيار مين رئيس الديوان العام، واختاروا الشيخ عبد الله الشرقاوي. وقلت لك ان الشيخ عبد الله الشرقاوي هو رئيس الديوان العام. والديوان العام لان انا قلتها لك الكلمه دي في البدايه ان هو مهمته ايه؟ مهمته يدرب العلماء والاعيان المصريين الناس اللي فيه على نظام مجالس المشوره، على نظام مجالس الايه؟ المشوره، بما بقى يعود على الناس بالنفع، الحاجات اللي تقدر ان هي تنفع الناس وتنفع الاهالي اللي عايشين في البلد في كل المجالات. فده كان اختصاص الديوان العام برضو بشكل كبير قوي وبشكل مهم جدا من الاشكال اللي عندنا. فاذا احنا عندنا دلوقتي نابليون كانت حمله عسكريه بس؟ لا،
ده كانتش حملة عسكرية، ده كان جايب معاه علماء وصل عددهم ل 146. وغير العلماء ان هو بدأ ينظم الحكم والإدارة في مصر على غرار ما حدث في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، ونقل الحكم زي ما انت شايف كلهم علماء وكلهم مشايخ لأعضاء الطبقة الوسطى أو أفراد الطبقة الوسطى اللي عايشين في المجتمع المصري. طيب ثم بعد كده بدأ يسيب لنا آثار سياسية، إن هو أول واحد يبدأ يعمل الدواوين، وبدأ لكن بالرغم من إن الدواوين كانت شكلية وما كانش فيه أي حق الممارسة الفعلية أو الممارسة الحقيقية على أرض الواقع. شفنا برضو بعد كده ديوان القاهرة ودواوين الأقاليم، وآخر حاجة الديوان العام اللي هو كانت شغلته الأساسية إن هو يدرب العلماء والأعيان على نظام مجالس المشورة بما يعود على الأهالي والناس بالنفع في كل المجالات المختلفة. ودوت مثلا كان الآثار السياسية اللي هتسيبها لنا الحملة في مصر من خلال الدواوين اللي كانت أول مرة تظهر وظهرت على إيد نابليون والحملة الفرنسية. بنبدأ كمان نشوف إن إحنا عندنا آثار تانية بتسيبها لنا الحملة الفرنسية، بنسميها الآثار الاقتصادية والاجتماعية. الآثار الاقتصادية والآثار الاجتماعية دي إحنا هنشوف علاقة نابليون والاقتصاد بتاعه إزاي هيأثر على أول حاجة وهي الزراعة، وهنشوف دوره إزاي في الصناعة ودوره إزاي في التجارة، وهنشوف شكله في كل حاجة تقريبا في الحياة اللي كانت موجودة في مصر. طيب بدأ نشوف الزراعة أيام العثمانيين، تفكرني بيها كانت عاملة إزاي؟ قلنا الزراعة أيام العثمانيين كانت متدهورة بشكل كبير جدا، والعثمانيين كانوا مهملين كل أشكال الزراعة وكل أشكال الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. الزراعة كانت متدهورة، نظام الإقطاع، الملتزمين كانوا بيظلموا الفلاحين، ضرائب كتيرة، إتاوات، كل حاجة. حتى الفلاح ما كانش ليه حق في ملكية الأرض الزراعية ولا كان ليه حق في أي حاجة خالص. إيه اللي حصل بقى بعد كده؟ لقينا إن الزراعة أيام الحملة الفرنسية بنسميها انتعشت. انتعشت دي يعني ايه؟ يعني ازدهرت يعني عاشت، رجعت للحياه بعد ما كانت ميته ايام الدوله العثمانيه. فانتعشت الزراعه عن طريق لان العلماء اللي جابهم نابليون معاه وهو جاي يا باشا العلماء دول بداوا يهتموا بدراسه مجرى نهر النيل. بيدرسوا نهر النيل وبيدرسوا ايه اللي بيحصل بالظبط في نهر النيل والفيضانات، وازاي نقدر ان احنا نستفيد من الميه ونستغل الميه ديت باحسن شكل من الاشكال اللي ممكن نتخيلها. طيب ازاي بقى؟ وازاي كمان هم بداوا يعملوا الجسور وبداوا يعملوا سدود يقدروا من خلالها ان هم يحموا الفيضان ويخزنوا الميه بتاعه الفيضان. يبقى اول حاجه هتؤدي لانتعاش الزراعه هي دراسه علماء الحمله لمجرى النيل وانشاء الجسور، وبداوا كمان يعملوا جسور. وكمان كده وكده بدأ كمان نابليون في تخصيص الأراضي العامة، ركز بقى في الكلام اللي جاي ده، لزراعة ما تحتاجه فرنسا. يعني هو بيزرع في مصر وبينمي الأراضي اللي موجودة في مصر علشان يزرع المحاصيل اللي فرنسا محتاجاها، اللي فرنسا ما تقدرش ان هي تزرعها عندها بسبب المناخ وبسبب ان الأراضي هناك ما تقدرش على المحاصيل دي. فاحنا بنسخر الأراضي في مصر وبنطور الزراعة في مصر بحيث ان هي ايه؟ بحيث ان هي تخدم المصالح الفرنسيه. تحاول ان هي تظبط وتحاول ان هي تشوف المصالح الفرنسيه وفرنسا محتاجه ايه، فنزرعها في الاراضي العامه اللي موجوده هنا في مصر بمساحات كبيره ونقوم باعتينها على فرنسا. طيب نابليون هيبدا ان هو يطور ازاي في الزراعه في الفتره ديت؟ رقم 2 هيبدا في عمل الحدائق، حدائق واماكن مخصصه لزراعه المحاصيل المجلوبة من فرنسا. يعني ايه؟ يعني هيبدأ يعمل حدائق يزرع فيها محاصيل ما كانتش موجودة في مصر، مصر ما كانتش تعرف عن المحاصيل دي أي حاجة. يعني ما كانش المصريين يعرفوها ولا كانوا بيعرفوا يزرعوها أو هي كانت بتتزرع في مصر قبل كده. فنابليون جاب المحاصيل دي معاه من فرنسا وبدأ يخصص لها حدائق وأماكن مخصوصة يبدأ إن هو يزرع فيها المحاصيل دي، محاصيل وأشجار أصلا فواكه هتشوفها وهتعرف إن إزاي الحاجات دي ما كانتش عندنا لأن إحنا بنستخدمها كل يوم تقريبا. طيب إيه هي أشجار الفواكه اللي نابليون جابها معاه وزرعها؟ أول حاجة الخوخ، طبعا كلنا عارفين الخوخ وعارفين المشمش، صح؟ عارفين الخوخ وعارفين الإيه؟ وعارفين المشمش. ونبات مهم جدا برضو زي التفاح.
يعني الخوخ والمشمش والتفاح، دي اشجار فواكه جديده نابليون جابها معاه وهو جاي من فرنسا، وبدات تتزرع في حدائق مخصصه معموله علشان نزرع فيها الحاجات دي. طيب بدا يطوروا الزراعه ازاي؟ برضو زي ما هنشوف بداوا كمان يخصصوا مساحات لزراعه المحاصيل التقليديه. المحاصيل التقليديه ايه؟ اللي هي مصر بقى متعوده عليها وبتزرعها من زمان وقامت اصلا عليها الحضاره المصريه القديمه، زي القمح، زي الارز، زي القطن، زي محاصيل كتير قوي مصر كانت عارفاها وبتزرعها في الفتره دي. فاذا هو طور الزراعه ازاي؟ هو جاب معاه علماء درسوا مجرى النيل ودرسوا الجسور، ويبداوا من خلالها يستغلوا الماء باحسن طريقه والري كمان. بدا كمان ان هو يخصص مساحات كبيره جدا من الاراضي العامه، الاراضي العامه اللي هي اراضي ملك الدوله، لزراعه المحاصيل. مين اللي هيحتاج المحاصيل دي؟ لزراعه المحاصيل اللي بتحتاجها فرنسا. بدأ كمان نابليون ان هو يخصص اماكن يبدأ يعمل فيها حدائق علشان يزرع فيها اشجار الفواكه اللي جابها من فرنسا، زي الخوخ، زي المشمش، زي التفاح. بدأ كمان يخصص اراضي يقدر من خلالها يزرع المحاصيل التقليديه، المحاصيل اللي احنا عارفينها موجوده في كل حته في مصر، اللي هي القمح والارز والقطن وكل المحاصيل اللي احنا عارفينها واحنا متعودين عليها. نابليون والحمله الفرنسيه ما اكتفتش بالزراعه بس، ده هتبدأ كمان في تطوير حاجة تانية وهي الصناعة. هيبدأوا في الصناعة، ونركز بقى لأن الصناعة ديت احنا بنتكلم هنا عن فترة شخص اسمه مينو. فترة شخص اسمه ايه؟ مينو. مينو مسك الحملة الفرنسية، هو اللي بدأ قلنا يطور بشكل كبير قوي. طب هيطور بشكل كبير قوي ليه؟ قلت لك لأن هو نيته مش هيمشي، ده نيته إن هو يحول مصر المستعمرة فرنسية. يعني راجل جاي وناوي يقعد خلاص مش رايح في حتة. علشان كده بدأ يطور الصناعة وبدأ يعمل مصانع جديدة. طب مصانع جديدة هنصنع فيها ايه يا عم مينو؟ أول حاجة هنصنع فيها المنسوجات، ومصانع تانية للحدادة، وهقول لك كل واحدة منهم يعني ايه، ومصانع للدباغة، ومصانع الساعات. فكل دي مصانع. منسوجات اللي نقدر من خلالها نصنع القماش، الحاجات الهدوم اللي احنا بنلبسها. حدادة اللي هي نقدر نصنع منها الحاجات اللي بتتصنع من الحديد. طيب الدباغه اللي هو الجلود بتاعت الحيوانات، يحولوا جلود الحيوانات لحاجه نقدر ان احنا نستخدمها، نعمل منها شنط، نعمل منها جزم، نعمل منها احزمه. ده اسمها الدباغه، عمل لها مصانع هنا في مصر. حاجات تانية اسمها الساعات، بدأ يصنع الساعات اللي احنا بنستخدمها وبنعرف منها الساعه. طيب يا عم مينو، انت دلوقتي علشان تعمل المصانع دي محتاج عمال. تمام، محتاج عمال. طيب هتشغل مين؟ هتشغل المصريين؟ قال لك لا، ابعد عن الفكره دي، انا مش هشغل معايا حد مصري خالص. طب ليه يا مينو مش هتشغل معاك حد مصري خالص؟ قال لك انا هشغل اجانب، لان انا لو شغلت مصريين هتتسرب ليهم اسرار الصناعه الفرنسيه. يعني ايه؟ يعني بعد الواحد منهم ما يجي يشتغل معايا في المصنع فتره، هو كده خلاص عرف كل اسرار الصناعه، فاصبح هم كمصريين مش محتاجيننا احنا كفرنسيين. لكن احنا لو سيبناهم مش متعلمين هيفضلوا طول حياتهم يشتروا الساعات بتاعتنا، المنسوجات بتاعتنا، الحداده بتاعتنا. لكن هم لو اتعلموها وبداوا يصنعوا لنفسهم، هم خلاص كده مش هيحتاجوا مننا حاجه، وهيبداوا يعملوا كل حاجه لنفسهم. فمينو قرر عدم الحاق المصريين بالمصانع، يعني مفيش اي حد مصري يلتحق بالمصانع ولا يشتغل بيها. طب ليه؟ لعدم تسرب اسرار الصناعه، علشان ما تتسرب لهمش اسرار الصناعه الفرنسيه ويبداوا هم يعملوا المنتجات دي بنفسهم. طيب بدا يعمل ايه مينو تاني علشان يظبط الصناعه شويه بشكل كبير؟ اول حاجه ان مينو بدا يعمل حاجه اسمها انشاء طواحين الهواء. يبني حاجه اسمها طواحين الهواء. طواحين الهواء دي لو انت بتشوفها او بحثت عليها على النت، بتبقى مراوح ضخمه قوي جدا، بتتحط في مكان مفتوح، بيبدا الهواء ان هو يحركها. طواحين الهواء ديت ليها استخدامات كتير قوي. تبدا مثلا انت تحرك بيها مثلا مصنع من المصانع عن طريق ان الهواء يتحرك فيلف الريشه، فالريشه تلف السيور تحت او تلف التروس تحت، فتبدا ان هي تشتغل وتدور كانها موتور. او تقدر انت تستخدمها في توليد الكهرباء، وتستخدم الكهرباء اللي بتطلع منها في انت تعمل منها اي حاجه. فطواحين الهواء ديت كان اول واحد بدا يعملها في مصر كان مينو. يبقى الثاني في الصناعه وانجازات مينو في الصناعه هي انشاء طواحين الهواء. انشاء ايه؟ طواحين الهواء.
طب رقم 3، هل انت يا مينو دلوقتي تقدر تجيب سفن من فرنسا؟ ما اقدرش اجيب سفن من فرنسا. طب انت ليه ما تقدرش تجيب سفن من فرنسا؟ لان انا قلت لك ان الاسطول الانجليزي محاصر سواحل مصر الشماليه، فما فيش اي حاجه من فرنسا تقدر تخش للحمله الفرنسيه. فمينو علشان يصنع السفن بتاعته لازم يصنعها هنا في مصر. طب هيصنعها في مصر هنا ازاي؟ قال لك انا هبدا في اصلاح دار السفن، او احنا دلوقتي بنسميها او اسمها وقتها كان اسمها الترسانه. الترسانه ده يعني المكان اللي بيتصنع فيه السفن وبتبدا تتعمل فيه السفن. طب انهي دار السفن اللي انت هتصلحها؟ قال لك احنا كان في عندنا ترسانه في الجيزه، كان بناها واحد سمعنا عنه كتير قوي اسمه مراد بك. فهنصلح الترسانه اللي في الجيزه بتاعت مراد بك دي ونبدا نستخدمها احنا في فرنسا ونشغلها تاني زي الاول بالظبط. فاذا بدا مينو يهتم بالصناعه، قلت لك عن طريق ايه؟ ان عمل مصانع في المنسوجات وفي الحداده وفي الدباغه ومصانع الساعات، لكن ما رضيش يشغل المصريين عشان ما تتسرب لهمش اسرار الصناعه. وبدا كمان مينو قلت لك في الاصلاح الجاي ان هو هيبدا ينشئ حاجه اسمها طواحين الهواء، يعمل طواحين للهواء. وبعد طواحين الهواء هيبدا مينو ان هو يعمل دار لصناعه السفن، او هيصلح دار صناعه السفن اللي موجوده بالفعل في الجيزه، واللي كان عملها شخص بنسميه مراد بك. واللي كان عملها مين؟ مراد بك. طيب نبدا نشوف الحمله الفرنسيه في التجاره هتعمل ايه. عايز اديلك وضع فكره سريعه عن شكل التجاره في مصر علشان نشوف هل فرنسا اصلا هتنجح في التجاره ولا مش هتنجح في التجاره. فانا قلت لك الزراعه نشطت، الصناعه نشطت. هاجي هنا اكلمك عن التجاره، بس في التجاره هقول لك ايه؟ هقول لك ركدت. ركدت دي يعني ايه؟ ركدت، مش ركضت، مش جريت، لا، ركدت بالكاف زي ما انت شايفها، يعني ريحت. التجاره جت على الارض خالص، اصبح يعتبر مصر ما بقاش ليها اي علاقات تجاريه خارجيه. طيب ايه اللي هيؤدي لركود التجاره الخارجيه في مصر في الفتره دي؟ قال لك اول حاجه رقم 1 وجود الجيش العثماني في الشام. الجيش العثماني، الحمله البريه اللي نابليون طلع علشان يقضي عليها وما قدرش يعدي ويوصل لها بسبب ان هو ما قدرش يدخل عكا بسبب استفسال مقاومه اهلها بقياده احمد باشا الجزار. فالجيش فضل موجود في الشام زي ما هو. فاي علاقات تجاريه جايه لمصر من ناحيه الشام الجيش ده بيقطعها والجيش ده بيوقفها. فاصبحنا كده الشام ما ينفعش نجيب من ناحيتها حاجه، ما ينفعش نعمل معاها حاجه. طيب ما تجيب من على البحر المتوسط؟ هقول لك ما هو برضه البحر المتوسط مقفول بسبب حصار الاسطول البريطاني. نسيت ولا ايه؟ مش احنا جه سفن بعد فرنسا من بريطانيا ودمرت الاسطول الفرنسي، وهي اللي بدات تحاصر السواحل الشماليه بتاعت مصر؟ فحاصرت السواحل الشماليه وقطعت اي علاقات تجاريه. طيب فالجيش العثماني اللي موجود في الشام او موجود في سوريا هو في الفتره دي قاطع العلاقات التجاريه، ومعاه كمان الاسطول البريطاني اللي محاصر سواحل مصر من الشمال برضه قاطع على فرنسا كل الاحوال، كل الاوضاع او كل الفرص التجاريه اللي ممكن تشوفها. يجي نابليون هنا ويفكر في فكره، فكانت اول محاوله ان يبدا يشغل التجاره حتى بشكل لو بسيط، والفكره في الموضوع كله كانت فكره نابليون. فبدا يعمل سياسات يقدر من خلالها، اهو اسمه ايه؟ نابليون. بيتواصل من خلالها مع شريف مكه او حاكم مكه في الفتره دي، ان يبدا يحرك السفن ويعمل علاقات تجاريه ما بينه وما بين مصر. يعمل علاقات تجاريه ما بينه وما بين ايه؟ وما بين مصر. طيب ازاي بقى؟ لما تيجي تبص على مكه هتلاقي ان احنا هنعدلها من البحر الاحمر، يعني احنا هننزل في الجنوب. احنا مشكلتنا كلها ناحيه الشمال، في الشام، في سوريا الجيش العثماني، في الناحيه الثانيه الاسطول البريطاني. لكن لو نزلنا ناحيه الجنوب الى حد ما عادي ممكن نقدر شويه. فاذا العلاقات ما بين نابليون وما بين شريف مكه بدات ان هي تشتغل، وبدات ان هي تتوضح، وبدات ان هي توضح، وبدات تشتغل شويه. طيب ايه الدليل على كده؟ الدليل ان العلاقات اشتغلت وان الشغل اشتغل والتجاره اتحركت،
ان بدأت السفن تتحرك من منين؟ من جدة وينبع، دي مناطق موجودة في السعودية او كانت وقتها اسمها شبه الجزيرة العربية، وتوصل لحد عندنا في السويس. توصل لحد عندنا فين؟ في السويس. وبدأ كمان نابليون ان هو يفتح لمصر اسواق خارجية، اسواق خارجية بتبقى السفن من خلالها ماشية شايلة ايه؟ شايلة البن، وشايلة الشيلات الصوفية، القماش اللي بيبقى معمول من الصوف، وشايلة كمان كده وكده، واللي انت برضه مهم قوي شايلة حاجة اسمها الأنسجة القطنية، المواد والنسيج والخيوط والقماش اللي مصنوع من القطن. الصوف شغال، القطن شغال، البني شغال، كل حاجة نقدر نقول عليها ان هي شغال. وكمان شايلة معاها الحرير، كل حاجة شغالة. السفن بتتحرك مع اتفاق نابليون مع شريف مكة ان السفن تتحرك ما بين جدة وينبع والسويس، ويفتح لمصر اسواق خارجية، ويحمل السفن دي بالبن والشيلات الصوفية والحرير والأنسجة القطنية. وشفنا بعد كده في المشروع اللي هيعمله مينو، هو برضه هيعوز يفتح أسواق لمصر خارجية، بس المرة دي بقى مش في الجزيرة العربية، لا ده هيفتح أسواق خارجية في منطقة اسمها سنار ودارفور. طب دول هتلاقيهم فين؟ دول هتلاقيهم في السودان. سنار ودارفور فين؟ سنار ودارفور في السودان. وهيفتح كمان أسواق لمصر في الحبشة. أسواق لمصر فين؟ في الحبشة. وكمان في دول شمال أفريقيا. شمال إيه؟ أفريقيا، لأن دول شمال أفريقيا هي كلها بتبص على البحر المتوسط، بس إحنا مش لازم نتحرك في البحر المتوسط، إحنا ممكن نتحرك على الأرض عادي بعيد عن البحر الإيه؟ بعيد عن البحر المتوسط. فبدأ يعمل علاقات تجارية مع الدول دي. يبقى نابليون عمل علاقات مع شريف مكة هنقدر من خلالها نفتح لمصر أسواق خارجية، وتتحرك السفن ما بين جدة وينبع والسويس، وتبقى محملة بالبن والشيلات الصوفية والحرير والأنسجة القطنية. في المشروع اللي عمله اللي بنسميه مشروع مينو العظيم اللي عرفتك عليه المرة اللي فاتت، هيعمل علاقات تجارية مع سنار ودارفور اللي موجودين في السودان، وهيعمل علاقات كمان مع الحبشة اللي احنا بنسميها دلوقتي اثيوبيا، وهيعمل علاقات مع دول شمال افريقيا. وكمان الحملة الفرنسية هتبدأ تعمل لنا شوية انجازات او شوية اصلاحات ليها علاقة بالصحة. هتبني لنا حاجة اسمها المحاجر الصحية. المحاجر وايه؟ المحاجر الايه؟ الصحية. فين؟ في القاهرة والاسكندرية، وهعرفك يعني ايه المحاجر الصحية دي دلوقتي. ودمياط ورشيد، في كل المناطق دي. محاجر صحية يعني ايه؟ يعني احنا كلنا عشنا في الفترة اللي فاتت بتاع الكورونا 2020. في الفترة بتاع الكورونا ديت كان اللي بيتعرض او اللي بيشكوا بس ان هو صابه المرض او اتصاب منه باي شكل من الاشكال، كانوا بيتحط في حاجة اسمها الحجر. حجر يعني ايه؟ يعني يتعزل وياخد العلاج بتاعه لحد ما يتاكدوا ان هو بقى كويس وبقى سليم يبدا ان هو يطلع. فالحجر دوت اول ما ظهر عندنا ظهرت في ايام الحمله الفرنسيه، فبداوا يعملوا محاجر صحيه. فين المحاجر الصحيه؟ في القاهره والاسكندريه ودمياط ورشيد. في القاهره والاسكندريه ودمياط وايه؟ ودمياط ورشيد. هنغني الحته ديت قبل ما نيجي عند الاصلاحات القضائيه اللي هيعملها نابليون واللي هيعملها مين. نقول يلا في الصناعه. انشأوا فيها مصانع جديده، المنسوجات والدباغة والساعات والحدادة وعدم إلحاق المصريين عشان ما تتسربش أسرار الصناعة للعاملين، وأنشأوا للهوى طواحين، وأصلحوا ترسانة مراد بكي في الجيزة. في التجارة الداخلية ركضت أيام الحملة الفرنسية بسبب وجود الجيش العثماني في سوريا وحصار الأسطول الإنجليزي للسواحل المصرية. هتواصل نابليون مع شريف مكة لفتح مصر أسواق خارجية وتقوية التجارة الخارجية، وهتسير المراكب جوه البحر الأحمر جدة وينبع والسويس. هتحمل بضائع هي الشيلات الصوفية والبن والحرير والأنسجة القطنية.
وجه مينو عمل علاقات. سنار ودارفور كمان دول جوه السودان والحبشة وشمال أفريقيا. وفي الصحة عملوا شوية محاجر صحية، والوضع كان جديد. محاجر في القاهرة والإسكندرية ودمياط ورشيد. كلام مظبوط وكلام مية مية. امشي معايا خطوة خطوة. يبقى نقولهم تاني يلا مع بعضين. يبقى التجارة، ركدت في مصر التجارة الخارجية بسبب وجود الجيش العثماني في سوريا وحصار الإنجليز للسواحل المصرية. بدأ نابليون يعمل علاقات تجارية مع شريف مكة لإنشاء أسواق خارجية وتقوية التجارة الخارجية. ومراكب هتسير في البحر الأحمر بين جدة وينبع والسويس، هتحمل بضايع هي البن والشيلات الصوفية والحرير والأنسجة القطنية. وفي أيام مينو هيعمل علاقات كمان. سنار ودارفور موجودين في السودان والحبشة هي وشمال أفريقيا، وأنشأوا كمان شوية محاجر صحية. والوضع كان جديد في القاهرة والإسكندرية ودمياط ورشيد. كلام جميل جدا. طيب نيجي نشوف بقى آثار الحملة ديت في القضاء، الإصلاحات اللي هيعملوها في القضاء. إيه اللي هيطول القضاء؟ النظام القضائي اللي موجود في مصر. هنلاقي إن أول واحد هيبدأ يعمل إصلاحات ليها علاقة بالقضاء اللي موجود في مصر في الفترة ديت هو قائد الحملة الفرنسية، واللي جاب الحملة الفرنسية أصلا نابليون بونابرت. نابليون بونابرت هيعمل إيه نابليون بونابرت؟ هنلاقي نابليون بونابرت أول لما يرجع من حملته على الشام اللي هي فشلت بسبب إنه معرفش يدخل عكا، هيبدأ يعمل إصلاحات في النظام القضائي عن طريق إن هو يبدأ يعين العلماء والمشايخ المصريين في نظام القضاء بدلا من الأتراك. يعني يبدأ يشيل الأتراك ويعزل الأتراك ويعين مكانهم العلماء والمشايخ البيض المصريين. الكلام ده قلنا إمتى؟ بعد عودة نابليون من حملته على الشام، أو بعد عملة نابليون، أو بعد فشل نابليون في حصار عكا. أول ما رجع على مصر بدأ يعمل الإصلاحات دي. هيولي المصريين سواء علماء مشايخ أي حد من الناس ديت بدلا من مين؟ بدلا من الأتراك. هيبدأوا يتولوا عن طريق الانتخابات اللي هيعملوها ما بينهم وما بين بعضيهم علشان يختاروا مين اللي هيكون القاضي، ويتشال الأتراك من الموضوع ده. وهيعمل نظام جديد إن هو هيحدد قيمة التقاضي بواقع 2% من اللي هنتنازع عليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت دلوقتي عشان تعمل قضية ضد واحد واخد حقك أنت بتدفع فلوس، صح؟ زمان أيام العثمانيين وقبل الحملة الفرنسية كانت الفلوس ديت على حسب مزاج القاضي. يعني انت مثلا بتتخانق مع واحد على 1000 جنيه، القاضي ممكن ياخد 500 وانت تاخده 500. طب ده مين اللي قاله؟ مين اللي حدده؟ لا ده متروكه. قلت لك ايه؟ متروكه للاهواء للمزاج. الكلام ده امتى؟ قبل الحمله الفرنسيه. لكن نابليون بعد ما رجع من عكا هيحدد رسوم التقاضي دي 2%. كام في المية؟ 2%. يعني انتوا لو بتتخانقوا على 100 جنيه رسوم التقاضي 2 جنيه، ما تزيدش عن كده، لان خلاص بقى في قانون ينظمها. لو ما ينفعش مثلا القاضي يقول لك 10 جنيه، مفيش الكلام ده خلاص. الكلام ده كان ايام الدوله العثمانيه، لكن الايام ده خلص خلاص. دلوقتي نابليون قال ان رسوم القضاء 2% بس. بنتخانق على 100 جنيه هتاخد 2 جنيه، بنتخانق على 1000 جنيه هتاخد 20 جنيه، ما ينفعش تزود عن كده. فرسوم القضاء حددها نابليون بواقع كام في المية؟ 2%. بعد ما كانت ايام الدوله العثمانيه متروكه للاهواء، كل واحد ومزاجه. ثم بعد كده يجي معانا مين؟ يجي معانا نابليون مينو قصدي، ويبدا هو كمان يعمل لنا شويه اصلاحات ليها علاقه بالقضاء. اصلاحات ايه يا عم مينو اللي هتعملها بالقضاء؟ اول حاجه قال لك انا هرفض مبدا اسمه مبدا الديه. مبدا ايه؟ مبدا الديه. ليه؟ يعني ايه مبدا الديه؟ احنا مبدا الديه ده عندنا في الاسلام بيقول لك ان لما واحد يقتل الثاني غلط بيبقى واجب عليه على حسب الاهل يعني يدفع ديه عن الميت دوت ويسامحوه، خلاص على كده بتدفع مبلغ اي حاجه. لكن مينو قال لك لا، ما عندناش ده، احنا هنرفض حاجه اسمها مبدا الديه، ما فيش حاجه اسمها مبدا الديه، وهنسيب الحكم ده للقضاء. القضاء بقى يسجنه، القضاء يفرض عليه غرامه، القضاء يشوف ان هو كان قصده يقتله فيحكم عليه بالاعدام، لكن خلاص مفيش ديه، القضاء هو اللي هيحدد. وبدا كمان مينو ان هو يعمل محكمه لكل فئه من الفئات اللي موجوده جوه مصر. هيعمل محكمه خاصه للاقباط، هيعمل محكمه خاصه باليهود، هيعمل محكمه
خاصه بالروم هيعمل محكمه خاصه بالشوام. فكل محكمه، كل فئه من الفئات اللي موجوده في مصر دي هيبقى في محكمه هي اللي بتنظم الحياه السياسيه بتاعتها الخاص بيها، وليها قوانين بتنظم حياتها هي لوحدها بعيدا عن اي حاجه ثانيه. تمام؟ طيب بعد الاصلاحات القضائيه عايزين نشوف ايه اللي هيحصل تاني. بعد كده هنبدا نشوف اثار الحمله الفرنسيه على الحياه السياسيه، على الحياه العلميه قصدي، والحياه الفكريه. هقول لك هنا ان ديت اهم اثار سابتها الحمله كانت في الحياه العلميه والحياه الفكريه اللي ليها علاقه بالمصريين. ازاي؟ قلت لك ان نابليون ما كانش جاي حمله عسكريه، ده كان جايب معاه كام؟ 146 عالم في كل مجالات العلوم وفي الفنون والرسم والنحت كل حاجه كان جاي فيها علماء. فالعلماء دول بداوا يدرسوا الاوضاع اللي موجوده في مصر، فبداوا يقدموا لنا انجازات هي يعتبر من اهم انجازات الحمله الفرنسيه. رقم واحد هو المجمع العلمي. المجمع الايه؟ العلمي. وبعض الاكتشافات والاوصار اللي هيوصل لها العلماء بعد كده. طيب ايه هو المجمع العلمي؟ قال لك ان المجمع العلمي المصري ده مكان اقامه نابليون على غرار المجمع العلمي اللي حصل في فرنسا او اللي حصل في باريس بعد الثوره. قلت لك هو بينقل الحياه اللي كانت في باريس بعد الثوره او في فرنسا بعد الثوره لهنا. ففي فرنسا عملوا مكان اسمه المجمع العلمي علشان يكون مركز للبحث العلمي ويطوروا فيه العلوم اللي موجوده عندهم. فنابليون لما جه مصر هيعمل في مصر برضه مجمع علمي، وهو بنفسه هيكون عضو جوه المجمع العلمي ده. يعني نابليون بنفسه هيكون عضو جوه المجمع العلمي وبيشرف على كل الاحداث اللي بتحصل جوه المجمع ده ومتابعها بنفسه شخصيا. طيب المجمع العلمي ايه بقى اللي هنستفاده منه او مهماته المجمع العلمي ده ايه؟ اول حاجه المجمع هو اللي هيطور العلوم والفنون اللي موجوده في مصر. دي شغلته، تطوير العلوم وان احنا نوصل لحاجات جديده واكتشافات جديده وبحث علمي جديد. ده هتكون شغلانه المجمع العلمي. وكمان المجمع العلمي هيدرس المسائل الطبيعيه اللي موجوده في مصر والصناعيه والمسائل التاريخيه. فكل حاجه موجوده في مصر محتاجه تطوير، محتاجه دراسه، هيتم دراستها من خلال المجمع العلمي. وكمان هيدي رايه للحكومه في بعض المسائل السياسيه اللي هتستشيروا فيها. يعني الحكومه مثلا لو في حاجه سياسيه محتاجه تاخد راي العلم ايه رايه في الكلام ده؟ هل الكلام ده منطقي ولا الكلام ده مش منطقي؟ هناخدوا راي المجمع العلمي. فهنا نابليون بيحاول يربط السياسه بالعلم. السياسه بالايه؟ بالعلم، عشان تكون كل قراراته وكل خطواته المفروض ان هي هتكون ايه؟ هتكون صح. فقلت لك اهداف المجمع العلمي هو هيطور العلوم والفنون اللي في مصر، هيدرس كل النواحي الحياه اللي موجوده في مصر، سواء كانت الصناعيه، سواء كانت اي شكل من اشكال الحياه الموجوده، التاريخيه، الطبيعيه، كل حاجه. هيبدا كمان المجمع العلمي يدي اراءه للحكومه في بعض المسائل السياسيه اللي الحكومه هتستشيره فيها وتاخد رايه فيها. طيب ايه انجازات المجمع العلمي ده؟ المجمع العلمي ده اول حاجه هيعملها هو هيعمل لنا مطبعتين، مطبعه عربيه ومطبعه فرنسيه. مطبعه تبدا اللي هي تطبع الورق وتطبع المنشورات، وده حاجه ان ممكن نشوفها دلوقتي عاديه، لكن ده وقتها كان انجاز ما حصلش. لو احنا قعدنا مليون سنه تحت سيطره الدوله العثمانيه ولا عمرنا كنا هنوصل لاي حاجه من الكلام ده. فاول حاجه بدا يعمل مطبعه عربيه ومطبعه فرنسيه، وبدا كمان يعمل جريدتين باللغه الفرنسيه، جورنالين باللغه الفرنسيه. واحده منهم بتتكلم عن الاحداث السياسيه، وواحده منهم بتتكلم عن الاحداث الاقتصاديه والاحداث العلميه وكل الحاجات دي. طيب وايه تاني؟ وعمل كمان جريده باللغه العربيه، دي هيتم في عهد بقى مينو. في عهد مينو هيعمل جريده باللغه العربيه يبدا ينشر من خلالها الاوامر الاداريه اللي هتقولها الحكومه وتوضح للحكومه ليه عملت كده. ده من خلال الجريده العربيه. وكمان يبدا يحذر في الجريده العربيه من الناس من ان هي تنتمي لاصحاب الميول المعاديه لفرنسا. اي حد بيعادي فرنسا، اي حد بيكره فرنسا، تبدا الجريده تحذرك ان انت تنضم للناس دي وان انت تبقى مع الناس دي. يبقى اذا هيعمل لنا ايه المجمع العلمي؟ قلنا مطبعتين، واحده تطبع باللغه العربيه واحده تطبع باللغه الفرنسيه. واول حاجه جريدتين الاثنين باللغه الفرنسيه، قلنا واحده منهم هتكون سياسيه والثانيه علميه واقتصاديه. ثم مينو هيعمل لنا مطبعه باللغه العربيه يبدا يطبع لنا فيها الاوامر الحكوميه، ويبدا كمان يطبع لنا منها تحذيرات من الانضمام للاشخاص اللي هم اصحاب الميول المعاديه للحمله الفرنسيه، الناس اللي هي بتكره فرنسا وبتشجع على الثوره ضد الفرنسيين.
طبعا انت عارف ان الحاجات دي كلها مش هتجيب نتيجه. طيب بس خلينا مكملين معاهم للاخر. طيب ايه هي الاعمال الثانيه اللي هينجزها العلماء، الاعمال الكبرى اللي هيعملها علماء الحمله الفرنسيه؟ لقينا ان علماء الحمله الفرنسيه اول فكره هيفكروا فيها ان هم يحفروا قناه تربط ما بين البحرين، البحر الاحمر والبحر المتوسط. لكن للاسف الفكره دي هتفشل، والفكره دي مش هتكمل بسبب غلط في حساب منسوب واحد من البحرين دول. يعني هم حسبوا ارتفاع بحر من البحرين دول غلط، فقال لك لا ده مرتفع قوي فمش هينفع ان احنا نحفر القناه دي ولا ينفع ان احنا نكمل، لان الميه هتبقى ماشيه كده اي حاجه هتمشي مش هتعرف ترجع تاني. فالميه لو نزلت كده بسرعه مش هنعرف ان احنا نرجع تاني فيها. فلازم يكونوا الاثنين زي بعض، البحرين قصاد بعض، لكن هم غلطوا في الحساب فالفكره فشلت. يبقى اول واحده من الاعمال الكبرى، اول فكره هتيجي ان احنا نربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط، كانت فكره علماء الحمله الفرنسيه. طبعا بعد كده هتتنفذ الفكره ديت وهتبدا تتنفذ ايام الخديوي سعيد، وهتبقى قناه السويس وهنشوف قصتها كلها برضه. طيب يبقى اول محاوله لحفر قناه تربط ما بين البحر الاحمر والبحر المتوسط هي محاوله علماء الحمله الفرنسيه. واهم واعظم الانجازات بقى اللي في التاريخ، وعايز احكي لكم قصته بشكل كبير قوي. بص، هو اكتشاف حجر اسمه حجر رشيد. ممكن تكونوا سمعتوا عن حجر رشيد ده او شفتوه على النت حتى من قبل. حجر رشيد ده كان عباره عن ايه؟ ده حجر مكتوب عليه ب3 لغات، كان منهم الكتابه المصريه القديمه. طيب عايز بقى ايه افكرك ازاي الحياه قبل اكتشاف وترجمه حجر رشيد دوت كانت عامله ازاي، وبعد كده كانت عامله ازاي. قبل حجر رشيد افاجئك اننا ما كناش نعرف اي حاجه عن مصر القديمه او الحضاره الفرعونيه. ما كناش نعرف مين الناس اللي بنت الاهرامات دي، مين دول الناس اللي بنشوف تماثيلهم في المعابد وفي المقابر وفي المومياوات وفي كل حته، مين الناس دي. الكتابات اللي كانت مكتوبه على الحيطان، الكتابات المصريه القديمه، ايه الرسومات اللي الناس راسمينها دي وعايزين منها ايه. طيب يا جدعان مين اللي كان عايش قبلنا في الدوله دي، مش عارفين حاجه. طب الناس ديت حضارتهم عامله ازاي، اساميهم ايه، ولا نعرف عنهم اي حاجه. يعني قبل اكتشاف حجر رشيد ما كناش نعرف اي حاجه عن الحضاره المصريه القديمه. لكن بعد لما واحد من جنود الحمله الفرنسيه، واللي كان اسمه بوشار بالمناسبه، هيكتشف حجر رشيد ويسلمه لعلماء الحمله الفرنسيه علشان يشتغل عليه عالم مهم جدا اسمه شامبليون. ويبدا شامبليون ده يفك الرموز بتاعه الحضاره المصريه القديمه. ولما يفك رموز الحضاره المصريه القديمه ويتمكن من قراءه حجر رشيد، نبدا بقى نقرا الحضاره المصريه القديمه ونعرف بقى كل الحاجات وكل التاريخ اللي موجود عندنا. فاذا معرفه تاريخ الحضاره المصريه القديمه والتعرف على تاريخ الحضاره المصريه القديمه كان بفضل علماء الحمله الفرنسيه اللي اكتشفوا وفكوا رموز حجر رشيد. والعالم اللي فك الرموز ديت كان اسمه ايه؟ كان اسمه شامبليون. هو ده اللي فك الرموز اللي موجوده عندنا. طيب الحمله دي بقى تقدر تقول ان هي كانت مفاجاه. يعني فاجئت المصريين بحاجات هم ما كانوش يعرفوا عنها حاجه، ولا كانوا يسمعوا عنها اي حاجه، ولا كانوا يعرفوها. يعني ناس زي ما بنقول كده كانوا مغيبين، كانوا عايشين في حياه واكتشفوا ان العالم فيه حياه تانية هم ما يعرفوش عنها اي حاجه ولا يسمعوا عنها اي حاجه. فبالرغم من شكلها العسكري والبلاوي اللي عملتها في مصر واللي شفناها وحكيناها، الا ان هي كانت صدمه حضاريه وثقافيه للمصريين. يعني المصريين اكتشفوا مع الحمله الفرنسيه وعرفوا حاجات ما كانوش يعرفوها قبل كده، ولا كانوا يعرفوا انها موجوده اصلا. وشافوا شكل حضاري وشكل الدول وشكل منتجات ولا كانوا عمرهم سمعوا عنها ولا كانوا يعرفوا عنها اي حاجه ابدا. فكانت بالرغم من الوجهه العسكريه بتاعتها الا ان هي صدمه حضاريه. ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده هي فكره الدواوين. فكره الايه؟ الدواوين. لما ترجع على اول الفيديو هتلاقيني قلت لك كلام مهم قوي. قلت لك كلام ايه؟ ان المصريين كانوا متعودين على حاجه اسمها الحكم المطلق او الحكم المستبد، شخص واحد بس هو اللي بيحكم وبيتحكم في كل حاجه. لكن لما يجي نابليون ويقول للمصريين انا هخليكم تشاركوا معايا في الحكم، حتى لو كانت مشاركه شكليه ما شاركوش باي حاجه، بس الفكره نفسها كانت صدمه بالنسبه للمصريين. ايه ده؟ هو ينفع؟ هو ينفع احنا نشارك في الحكم ونقول راينا ونتكلم كده ونعبر عن نفسنا ونعمل ثوره ونعترض على الحاكم ونشيل حاكم ونجيب حاكم تاني؟ الكلام ده ينفع؟ ينفع. فده كان من اثار الحمله الفرنسيه. ان ايه؟
ان هو هيبدا يعود المصريين على فكره المشاركه في الحكم والمشوره بدل الحكم المطلق المستبد اللي هم متعودين عليه. وكمان المجمع العلمي برضو كان صدمه للمصريين بكل الانجازات اللي عملها ديت، والانجازات اللي انا كلمتك عنها، يعني صحيفتين ومطبعتين وصحيفه باللغه العربيه وعلوم كتير قوي اتكلم عنها دوت، احنا ما اتكلمناش عنها بشكل كبير، لكن احنا في حاجات هو عملها لسه ما قلناهاش. فكل الحاجات ديت والحضاره والافكار اللي موجوده في اوروبا، سواء كانت افكار سياسيه اقتصاديه اجتماعيه علوم، احنا في مصر ما نعرفش عنها حاجه. احنا لسه عايشين زمان الدوله العثمانيه، كان في حاله تخلف بشكل عام في مصر وخرافات. فلما نشوف علم ونشوف تكنولوجيا وحاجات كده جديده، فدي كانت صدمه بسبب المجمع العلمي. يبقى المجمع العلمي كان صدمه للمصريين، والانجازات ديت هي اللي عرفت المصريين على اللي داير في اوروبا، ايه اللي بيحصل في اوروبا، وليه اوروبا دي متقدمه واحنا بالوضع اللي احنا فيه. ليه اوروبا لما جت الجيوش بتاعتها قدرت تنتصر علينا وتنتصر على المماليك باسهل طريقه، وتحتل مصر كلها بطريقه بسيطه، والدوله العثمانيه ذات نفسها ما تقدرش تقف في وشها. فعرفنا ليه، بسبب المجمع العلمي والعلوم اللي عندهم اللي احنا ما كناش عنها حاجه. وكمان عملت صدمه في الحياه الاجتماعيه، ان هي نبأت اذهان المصريين ان في شكل حياه يا جماعه انتوا ما تعرفوش عنها حاجه، وفي شكل علاقات ما بين الناس انتوا ما تعرفوش عنها حاجه، والمجتمع الشرقي اللي احنا عايشين فيه ما سمعش عنها قبل كده. فبدأت تظهر بقى في شكل الحياه وشكل لبس الناس وطريقه كلام الناس، فالدنيا بدأت تتغير. فالحمله الفرنسيه كانت عسكريه بس هي كانت صدمه حضاريه للمصريين، المصريين اتفاجئوا بحاجات ما يعرفوش عنها حاجه. قلنا اول حاجه المجمع العلمي، تاني حاجه الدواوين ذات نفسها، والحياه الاجتماعيه اللي موجوده في اوروبا وما نعرفش عنها اي حاجه في المجتمع الشرقي. طيب، ده كان اخر درس عندنا النهارده، هو اثار الوجود الفرنسي اللي كانت موجوده في مصر والاثار اللي سمتها لنا الحمله الفرنسيه. ده كان اخر درسنا النهارده. ارجع شوف الفيديوهات، راجع الفيديوهات، عيد وزيد مره واثنين وثلاثه وعشره فيديو، ورجع وقدم براحتك. وقفت معاك اي حاجه هتلاقي جروب الواتساب اللينكات بتاعته موجوده، هتبدا ان انت تتواصل منه معايا وانا هرد عليك بشكل مباشر. وبفكرك ان احنا بنشرح منهج الدراسات الاجتماعيه المرحله الاعداديه كله، تاريخ خاصه ثالثه ثانوي للمرحله الثانويه اولى وثانيه وثالثه ثانوي كله بشكل مجاني على قناتنا على اليوتيوب. ده كان درسنا النهارده، الدرس الثالث من الفصل الاول، وانا مستر كريم عز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.